السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. أتمنى كلكم تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة هنعرف ميزة جديدة من مميزات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور. لو افترضنا مثلا إنك أنت صورت صورة على عربية من العربيات اللي أنت بتشوفها، ولكن بعد ما جيت تعدل على الصورة لقيت مثلا شكل العربية مش عاجبك، محتاج إنك تغير العربية ذات نفسها. موضوع غريب شوية، أو إزاي إنك أنت تتوقع إنك أنت ممكن تغير الشكل العربية من غير ما تتصور صورة من أول وجديد. كل ده هنعمله إن شاء الله عن طريق الذكاء الاصطناعي بشكل سهل جدا، وكمان عن طريق الموبايل. كل اللي عليك إنك هتحمل تطبيق فوتوليب، وده للأندرويد وللآي أو إس بشكل مجاني. وأول ما تدخل عليه ممكن ما تسجلش دخول عليه عادي جدا، وهتختار أداة AI Cars. وبعد ما تدخل عليها بترفع الصورة بتاعتك، وهو لوحده بالذكاء الاصطناعي بيحدد مكان العربية في الصورة بتاعتك. تقدر بقى انك انت تحدد على اي نوع عربية من الفلاتر او العربيات الانواع الموجودة في التطبيق ذات نفسه. كل اللي عليك انك بتدوس على اي اختيار منهم، وهو لوحده في اقل من نص دقيقة بيعمل لك او بيغير لك شكل العربية. تقدر تختار الفلتر اكتر من مرة بحيث ان هو من نفس نوع العربية ولكن اشكال مختلفة. المميز واللي لفت انتباهي واللي عجبني كمان انك انت مش بس تقدر تغير العربية الاساسية اللي انت متصور عليها. لو في مثلا عربيات في الخلفية، تقدر انك انت تحدد ما بين الرقم بتاعها، في ارقام على حسب عدد العربيات. تحدد على الرقم وتختار مثلا نفس الفلتر تاني، وهو لوحده برضه بيغير لك الشكل بتاعها، بحيث ان مود العربيات في الصورة بتاعتك يبقى متكامل، ما يبقاش ان هو حاجة بس بسيطة، او ان هو مثلا ايه، مجرد فلتر بتستخدمه وخلاص. مود العربيات كلها او اشكال العربيات كلها بتبقى متشابهة. ودي كانت ميزة من مميزات تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي. في كل حلقة بنشرح ميزة معينة. اتمنى انك انت تكون بتستفاد، وما تنساش انك انت تستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد ليك، خصوصا انه اتطور في الفترة الاخيرة، خصوصا في مجال تصميم الجرافيك والتعديل على الصور. اتمنى تكون استفدت. متنساش بقى تدعمني بلايك وكومنت، وتشوف باقي المميزات بتاعة السلسلة دي. هتلاقي لينك السلسلة في وصف الفيديو. في كل حلقة بنشرح ميزة بسيطة بحيث انك انت تفهمها اكتر. ولو احتجت اي حاجة تقدر تكتبها لي في الكومنتات. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.